تخيل معايا مرا وحده لابسه قفطان عندها الدكتوراه كتخطب في المنصات العالميه وكتوعد الناس بالثراء السريع من عمله رقميه غادي تطيح البيتكوين. ملايين الناس من العالم كامل صدقوها، حتى من المغرب كانوا ناس مصدقينها. ولكن المفاجاه ان العمله كانت مجرد وهم خدعه، وهاد السيده هربات فجأة بلا أثر بلا حس بحال الشبح. اليوم غادي نحكيو لكم قصة ديال روغا، ملكة النصب الرقمي اللي سرقات 4.5 مليار دولار وخدعات حتى أكبر العقول. في واحد العشية من عام 2014 دخلت قاعة كبيرة عامرة بالناس. واحد السيدة كانت لابسة فستان كحل فاخر والشعر ديالها كان مسدول وعينيها كيدوروا على الجمهور وكأنها عارفة شنو كانوا باغيين دوك الناس يسمعوا. الناس سكتوا وطلعت فوق المنصة وقالت جملة وحدة قلبات العالم: أنا روغا، وان كوين غادي تغير حياتكم إلى الأبد. الناس صفقوا وعيونهم بداو كيلمعوا بالطمع والامال. روغا كانت كتكلم بثقه وعندها كاريزما خرافيه، وقالت لهم البيتكوين راه قديم والوان كوين هو المستقبل، اللي باغي الحريه الماليه الفرصه الان بين يديه. رجال اعمال، موظفين، طلبه، وحتى العيالات اللي كيبيعوا في السوق، كلشي بدا كيجري باش يستثمر. واحد حط 10,000 دولار، وواحد باع الدار باش يدخل في المشروع، والاخر تسلف من البنكه باش حتى هو يدخل في المشروع. وفعلا روغا كانت كتوهم الناس بالارباح، الحسابات كتطلع والارقام كتغري. ولكن الحقيقه اللي ما كان حتى حد عارفها هي ان وان كوين ماشي عمله حقيقيه وما فيهاش حتى بلوكشين. كانت غير لعبه رقميه كتدور في سيرفرات خاصه بها، وهي كتحكم في كل شيء. وفي الوقت اللي المحققين بداو كيشموا ريحه ديال النصب والاحتيال على الناس، وفي الوقت اللي ملايين الناس بدات كتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، اكتوبر 2017 روغا ركب الطياره من بلغاريا قاصده اتينا، ومن تما تبخرات وما بقى ليها حتى اثار، لا فيديو لا صوره لا مكالمه لا خبر. واحد الشبح سرق 5 مليار دولار من جيوب الناس واختفى كانه ما عمرو كان. الاف بي اي شدوا راسهم وزادوا الاسم ديالها في لائحه اخطر 10 مجرمين مطلوبين في العالم، وحتى دابا مازال كيقلبوا عليها. واللي عنده معلومه عليها او لا تقدر توصلهم للمكان ديالها كاينه جائزه ب 250 الف دولار. السؤال اللي باقي ما عندوش جواب: فين مشات روغا؟ واش مازال عايشه ولا كانت عندها نهايه كيف ما غتسالي القصه لهنا؟ الدرس من هذه القصه: ماشي كلشي كيضوي راه ذهب، وبعض الاحلام فاش كتكون كبيره بزاف راه كتكون فخ كبير اكثر. تهلاو وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه.